السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهمات نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف العاده غادي نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاه تحسن بها الاخلاق وتيسر بها الارزاق وتدفع بها المشاق وتملا منها الافاق، وعلى اله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. إذا البنات بالنسبة لهذا الدرس اليوم جيتكم في الدرس الرابع بالنسبة للسلسلة ديال الدروس التعليمية ديال الفصالة والخياطة للمبتدئات. فاليوم إن شاء الله غادي نديرو الطريقة كيفاش تاخذوا المقاسات على جلابة أو لا شكلية. أنا مثلا تجيب لكم الجلابة ديالها أو لا قفطان، وخصوصا بالنسبه للمبتدئات من الاحسن تبداو تاخذوا جلابه عندكم او لا قفطان باش تعلموا تاخذوا القياسات، حيت كل ما خديتوا قياسات مختلفه غادي يكون من الاحسن. فغادي نبدا بسم الله. وبالنسبه لطريقه اخذ المقاسات راه فايت ديجا عندي في واحد الفيديو نزلته طريقه اخذ المقاسات. مثلا الا جات عندكم كليانه او لا شي حد بغيت تخدموا ليه راه ديجا موجود على القناه. غادي نبداو بسم الله. كناخذ الجلابه اول حاجه كيف العاده كيف ما كتعرفوا هو الكتاف. كنقاد الجلابه ديالي مزيان، كنقادها مزيان وكنبدا بسم الله. غادي ناخذ من هاد الكتف، من هاد الملاقيه ديال الكم مع الكتف، كنحط السنتيم ديالي، كنبدا بسم الله كنمشي حتى الكتف الثاني، حتى الخياطه اللي ما بين الكتف والكم. وكتشوفوا القياس اللي لقيتوه كتاخذوا هذا القياس. غادي نعاود بالنسبه للبنات كتقادوا مثلا جلابه كتكون جلابه مرتاحه باش يجيكم العبار مقاس، كتاخذوا من عند الملاقيه اللي ما بين الكم والظهر، وكتاخذوا من هنايا كتبقاو غاديين بسنتيم حتى الكتف الاخر. هاد العبار اللي لقيت هذا كامل راه كان العبار القياس اللي لقيت كنحطو كنقسمو على زوج، وكنزيد عليه عبار ديال الخياطه اللي من الافضل كما قلت بالنسبه للبنات المبتدئات يزيدوا جوج ديال سنتيم. صافي كنكون دابا خديت العبار ديال الكتاف. غادي نقلب الجلابه ديالتي كنقادها. ضروري الجلابه تكون مرتاحه. وغادي اول حاجه غادي ناخذ الصدر، غادي نقلب الجلابه بحال هكا باش تكون البياسه ديالتي مرتاحه. خص البياسه تكون محطوطه مقاده. غادي ناخذوا دابا العبار ديال الصدر. هذه هي الجلابه ديالتي. كناخذ من هنايا من تحت الابط، وكنقاد كنشد مثلا هذه البياسه ديالي، يعني راه كنطلع هذه الخياطه اللي هنايا، ماشي كنخليها مثلا ما مقاداش وكناخذ العبار، لا راه ضروري كنطلع الخياطه وكنحط السنتيم وكنمشي للجهه المقابله هاي حتى هي كنكون راه مطلعه ليها الخياطه حتى الجهه الاخرى. ها هي والسنتيم شتو راه السنتيم كتبقاو غاديين مجبدين السنتيم. العبار اللي لقيت هنايا حتى هو كنقسموه على زوج، حيت راه خديت غير جهه وحده، ماشي بحال الدرس اللي كنت وريتكم على الكليانه كندوروا السنتيم عليها كامل كنقسموا على 4. دابا انا راه خديت غير الجهه الاماميه. او بامكانكم كاينه طريقه واحده اخرى غير هذه اللي درت انا باش كتاكدوا حتى حاجه ما سفلت لكم. كتاخذوا ثاني من هنايا وكنطلع الخياطه من تحت الابط، وكتخلي السنتيم ديالك يعني مجبد السنتيم بحال هكا حتى المنتصف ديال البياسه عندك، حيت ضروري في البياسه ديالك يا اما غتلقايها بحال هكا مخدومه بالرانده يا اما مخدومه بخياطه ديال المعلم بالطريسنات اولا بالسفيفه، غتمشي حتى للوسط. يعني من هنا كناخذ من هنايا وكنخلي السنتيم بحال هكا مستقيم، كناخذ حتى النص. دابا الا خديتي بهذه الطريقه هذه راه ما غتقسمي ما والو، داكشي اللي لقيتيه غادي تزيدي عليه العبار ديال الخياطه. هذه حتى هي طريقه سهله. خديتي بهذه الطريقه هذه من القنص من تحت الابط حتى لتحت الابط الاخر غتقسمي على زوج وزيدي قياس ديال الخياطه. كنكون دابا حيدنا الصدر. غادي ناخذ مثلا الحوض ديال هاد الجلابه هذه. دابا انا دابا السيده ما كايناش قدامي، ما غاديش نعرف شحال عندها في علو الحوض.
اش غادي ندير؟ كناخذ مثلا لكم، كنجي من هنايا من الراس ديالكم، وكان السنتيم دائما البنات، السنتيم راه كنعبر، ماشي كنعبر هو مرخيه ولا شي حاجه، لا راني كنعبر والسنتيم يعني مرتاح وكنجبد فيه. والبياسه حتى هي كما كتشوفوا راه مرتاحه البياس. من هنايا كنبقى غادي وتابع السنتيم ديالي بحال هكا حتى للراس ديالكم فين عندي حتى لهنايا، حيت الطول كامل اللي لقيت كنزيد عليه تقريبا 2 سنتيم على حسب كما قلت لكم. يا اما عندكم راندا راه غتزيدوا 3 سنتيم لتحت وسنتيم من الفوق، يعني بحال هي 4. كنتو غتخدموا غير الخيطه ديال المعلم كتزيدوا غير 2 سنتيم، حيت كيمشي سنتيم الفوق هنايا، كيمشي سنتيم هنا، وكيمشي سنتيم لتحت بالنسبه اللي غيخدمها بالطراسن. ملي كنلقى هاد الطول هذا غادي نشد الجلابه ديالتي، باش هادشي اللي وريتكم دابا هو عرفتوا الطول ديالكم، وفي نفس الوقت غادي هو باش غادي نعرف به العلو ديال الحوض. كناخذ من هنا من الكتف كنطلع الخياطه وكنحط السنتيم البنات والبياسه مرتاحه. اهم حاجه البياسه تكون عندكم محطوطه مقاده. كنجي من هنايا وكنمشي حتى كنلقى العبار ديال داك الكم اللي عندي. مثلا العبار عندي ديال الكم هو هنايا، عندي هنا جاتني مثلا 60. من هاد 60 هادي غادي نخلي صبعي هنايا وغادي نمشي للقنت هذا. دابا هادي هنا هو البلاصه فين عندها لي هونش، هاد البلاصه هي فين عندها لي هونش، وكنشد من هاد كنخرج ثاني الخياطه وكنجي كنشد حتى للهنا حتى للوسط. البنات بالنسبه لهاد الطريقه هذه ملي ما كتكونش عندكم الكليانه، حيت كيف كتلاحظوا اي وحده فينا الا حطات اليد ديالها ونزلتها حتى لتحت راه سبحان الله اليد بالنسبه لهنايا هاد البلاصه هذه ديال اليد كتلاقى لينا الا نزلناها على الجسم ديالنا كتلاقى لينا مع البلاصه ديال لي هونش. فداكشي علاش كنعرفوا بها علو ديال لي هونش. بالنسبه لشي وحده اللي ما كايناش عطاتنا البياسه ديالها وغنشدوا على العبار. غادي نعاود بالنسبه للبنات كناخذ ندير السنتيم ديالي من هنايا وكنجبد السنتيم. شتو كي كنمشي راه ماشي مراخيه ولا شي حاجه، راه كنحطو وانا تابعه كندير بحال هكا، كندير بحال هكا حتى كنلقى الطول ديالكم اللي عندي. كنحط يدي هنايا كنبقى محتفظه بهاد النقطه، كنجي هنا للقنت، كنجي هنا للقنت وكنشد العبار ديالي حتى للوسط. هاد القياس هذا اللي لقيت كيتسمى بالربع. دابا انا راه بحال غادي لكم بالربع. القياس اللي لقيتو دائما نزيدوا عليه القياس ديال الخياطه. بغيتو تشدوا بطريقه اخرى باش ندورش اللعبه، ملي تلقاو الطول ديال العلو الحوض غادي تشدوا سنتيم من هاد القنت هذا مثلا حتى القنت الاخر. شو البياسه دائما كنقاد نحاول نقاد في البياسه ديالي، يعني نخرج الخياطه مزيان باش يجيني العبار مقاد. من هنا كيشتو من هنايا كنشد سنتيم وكنجبد سنتيم حتى الجهه الاخرى باش كنلقى العبار ديال لي هونش ديالي. الا شديت بهذه الطريقه البنات راه غادي نقسم على زوج بحال السنتيم بحال هكا، نقسمو على زوج. داكشي اللي عطاني غنزيد عليه عبار الخياطه. ديما ملي تبغيو تقسموا كاع ما ديروا غير بالسنتيم بحال هكا، قسموا على زوج غادي تلقاو العبار اللي عندكم. دابا غادي ناخذ غيبقى لينا الطول. كنقاد البياسه ديالي اولا الجلابه ديالي كنقادها مزيان، كنحاول نقادها مزيان باش الطول نعرف نشدو مزيان. كنطلع الخياطه هنايا كنسرح الجلابه ديالتي، كناخذ سنتيم غادي نبدا من هذا من عند العنق الفوق. هذه كنحط السنتيم ديالي فوق، ماشي من الكتف، ماشي من هذه النزله ديال الكتف هذه، لا كنبدا من هنا من عند العنق كنحط السنتيم ديالي وكنبقى غادي وكنجبد في السنتيم. انا نازله والسنتيم كنجبد فيه، ماشي مخليه بحال هكا مثلا كنشد سنتيم ومخليه وغاديه، لا. خصوصا بالنسبه للمبتدئات حيت كيكون اول مره، فهاد
بالنسبه لهاد الاشياء هذه راهي مهمه. كنشد السنتيم غاديه، كنجبد السنتيم ديالي بحال هكا، حتى كنوصل للطول ديالي. مثلا عندي الطول هنايا، كنشوف الطول اللي لقيت. الطول بالنسبه للطول البنات، الطول اللي لقيتو كنزيد عليه العطفه من التحت 8 سنتيم اولا 10 اولا 6 على حسب الثوب اللي عندي. يعني هاد العبار اللي لقيت كنزيد عليه العطفه ديالي. بالنسبه للطول ديال الكم راه هو اللي كنا شديناه في الاول، هو باش عرفنا على الحوض. بالنسبه لراس الكم كناخذ، كيكون ساهل هذا، كناخذ هاد من هنا من الراس حتى للراس العبار اللي لقيتو. طبعا كنزيد عليه عبار ديال الخياطه. اذا كما شفتوا خدينا عندنا الكتاف وخدينا الصدر ولي هانش والطول. كناخذ مثلا بالنسبه لهنايا هاد بالنسبه للصمطه او الحزام راه كتكون كما شفتوا ديجا راه درت معكم، كتكون بحال قاعده. كنجيو من هنايا من تحت التركيز، من تحت الابط كنزل يا اما ب10 بالنسبه لي قصيره، اولا 12 اولا 14 بالنسبه لي طويله. كنزل من هنايا وكندخل العبار اللي عندي مثلا في الصدر كنقص عليه غير 1 سنتيم باش كنلقى العبار ديال الصمطه اولا الحزام ديال السيده. غادي يبقى لينا القب. مثلا بالنسبه للقب، بالنسبه للقب واخا ما تعبرش مثلا القب ديال هاد الجلابه، الا بغات بحالو غادي نشوفوا مثلا هذا شحال فيه. كناخذ سنتيم، كناخذ من هنايا شتو منين، من هاد الملاقيات اللي ملاقيه مع العنق ديال الامام كنشد بحال هكا، كنحس سنتيم وكنبقى غاديه. مثلا بحال هذا فيه 40، الطول ديالو كيكون مثلا 40 على هاد البلاصه اللي كتكون مسدوده كنحطو فيها مثلا 28. بغات السيده القب يكون شويه كبير كنديرو 42 على 30 اولا 29. يعني القب على حسب، كاين اللي كتبغيه كبير، كاين اللي كتبغيه صغير. اذا البنات من بعد ما كملنا الطول اش كتبقى اخر حاجه اللي هي بالنسبه لتحت الايفازي ديال التحت. بالنسبه بحال هاد الجلابه هذه عندي فيها الفتحه، ملي كتكون عندنا الفتحه ما كنكبروش الايفازي بزاف. يعني 40 راه مزيانه، 40 39 بركه حيت كتكون مفتيحه. بالنسبه اللي ما بغاش الفتيحه من 42 كتكون مزيانه. كيبقى على حساب كل وحده شحال كتبغي. بالنسبه لهاد العبار كنتمنى ان شاء الله تكون الطريقه واضحه وسهله بالنسبه للعبار، على تاخذوا العبار على شي جلابه او قفطان. بالنسبه للمبتدئات راه كتنفع البنات. كيف قلت لكم من الاحسن تبقاو تاخذوا القياسات مختلفه. وبهكذا غادي نكون وصلنا للاخر ديال هاد لا فيديو هذه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي مهتمين بالتعليم ديال الفصاله والخياطه كنتمنى يتابعوني على السلسله ديال تعليم الفصاله والخياطه. وكيف العاده ما تنساوش اختكم اللايك والبارطاج. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.